وأنا صغيره كان ابن عمتي بيحبني كبنته جدا، وكان عريس جديد ونازل من ليبيا هو ومراته واسرته يتفسح عندنا في اسكندريه. في يوم من الأيام كان عندنا في البيت وصمم إنه ياخذني عنده بيت عمتي اللي هما ماجرينه وأقعد معاهم كام يوم، بس أبويا رفض بعد كده هو ما سكتش من كتر تعلقه بيا ونحبني وعزني اقعد معاهم. جالنا نفس اليوم بالليل الفجر وندان على بابا من الشارع، وبابا طلع له من الشباك ساعتها قال له بابا نزل لي البنت يا خالي افسحها مع مراتي وهرجعها لك. وابويا فعلا وافق ونزلني يوميها أخذني أنا ومراته وقعدنا على البحر وجاب لي كريم وفسحني وخلاني أصورهم بالكاميرا بتاعته، مع أني كنت صغيره جدا لكن حسيت أن مراته مش طيقاني وكل ما يكلمني أو يهتم بيا كانت بتقلب وشها عليا وعليه. وانا أخذت بالي لأن كان عندي ساعتها 6 سنين، بس قلت يمكن طنط تضايقه من حاجة أنا برده مش فاهمه قوي. وبعد ما خلصنا الخروج هو المفروض يروحني لكن هو اتصل ببابا والتحايل عليه ياخذني معه أسبوع وقال له ما تخافش عليها هشيلها في عيني. وبابا وافق اليوم ده أنا روحت معاهم البيت، وزي ما قلت لكم هو نازل مع أهله يعني عمتي موجوده وعيالها كلهم مع بعض في نفس الشقه اللي هو نازل مع مرته فيها. رحت عندهم وسلمت على بنات عمتي وعمتي وعشوني ونمت وقضيت معاهم يومين تمام وما فيش حاجة. ثالث يوم عمتي نزلت راحت مشوار تشتري حاجات، وكانت أول ما نزلت من باب الشقه لقيت بناتها بيتصلوا بواحده صاحبتهم ساكنه معاهم في نفس العماره، واللي فهمته من المكالمه إنهم عايزين هطين عيشتنا. وانا كل ده ما اعرفش هم يعملوه ولا يغسلن الحاجه اللي تخلي عمتي تعمل مشكله ودي صاحبتهم عادي، بس عمتي كانت صعبه جدا وجباره والناس كلها بتعمل لها الف حساب ولاني كنت طفله بريئه مش فاهمه بيحصل. كان عندي فضول اعرف صاحبتهم دي جايه تعمل فعلا جت واول ما جت لقيت بنات عمتي طلعوا ويجروا فتحوا لها وراحوا على المطبخ يعملوا قهوه طبيه المشكله لحد دلوقتي مش فاهمه دي قهوه عادي يعني هم مش بيشربوا حاجه حرام. بعد ما خلصوا القهوه لقيتهم بيعملوا حاجه انا كطفله كنت اول مره اشوفها، قلبوا الفناجيل كلها وسكتوا. كان في سقوط قاتل لو رميت دبوس على الأرض هيرن وكلهم ما حدش بينطق. وانا قعدت جنب صاحبتهم كانت مغمضه عينيها وبتقول حاجات غريبه في سرها وبتحرك شفايفها ما كنتش عارفه هي بتقول ايه، بس شفايفها بتتحرك ساعتها حسية إحساس غريب مع أني ما كنتش خاصة. وفاجئة الجزء الأخير والنهاية في أول تعليق إصبع لأسفل إصبع لأسفل إصبع لأسفل إصبع لأسفل. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهات الجديدة.